يا أهلا بيكم طلاب تانية ثانوي. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنخلص منهج الأدب كله اللي عليكم في الترم التاني، لا مش بس كده، وهنحل عليه كمان إن شاء الله. يمكن هنحل في أسرع وقت ممكن وهنخلص الشرح في أسرع وقت ممكن، عشان عارف إن أنتم بتزهقوا وراكم حاجات كتير، ربنا يكون في العون. طيب، اللي احنا هندرسه في الأدب أو اللي احنا هنخلصه النهاردة وهنحل عليه، عندكم الغزل في العصر العباسي، مقدمة عن الأدب الأندلسي، المدرسة الرومانتيكية، الشعر الوطني، وبعد كده فن المقال أخيرا إن شاء الله. طيب، قبل ما ابتدي عاوز أسألك سؤال، هو أنت بتدرس أدب ليه؟ مش عشان السؤال اللي أنت بتحله في الامتحان وبتاخد عليه درجة، لأ، أو يجيلك سؤالين وتاخد عليهم درجتين. مش هو ده المقصود من الأدب. لو أنت ما عرفتش أدب مش هتعرف تحل في النصوص كويس. متمكن جدا في الادب هتعرف تحل نصوص كويس. ازاي يا مستر؟ هو ايه اللي جاب ده لده؟ ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ هقول لك. هو انت في كل عصر بتدرس الخصائص بتاعته وبتدرس الشعراء اللي موجودين في العصر ده، فلما تيجي تحل نصوص بيبقى سهل عليك جدا ان انت عرفت خصائص الشعر ده ايه ومين اللي كتبه، ده بيكتب ازاي، والشعر بتاعه الخصائص بتاعته عامله ازاي، فبيساعدك جدا في الحل. طيب، عشان ما نتكلمش كتير ندخل بس في الدرس الاولاني، هو الغزل في العصر العباسي. درس صغير وبسيط، هو صفحة واحدة ومش هيتعبنا كتير. بس قبل كده احنا اتعودنا بس نعرف اللي احنا اخدناه قبل كده عشان ما نتلخبطش، نعرف بس احنا داخلين في ايه. احنا اخدنا اولا العصر الجاهلي، وبعد كده اخدنا عصر صدر الاسلام، وقلنا ان العصر الجاهلي هو ما سبق الاسلام بحوالي قرن ونصف تقريبا. بعد كده هو اخدنا عصر صدر الاسلام، وهو منذ بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى اخر الخلفاء الراشدين. بعد كده هو سنة 41 هجريا بيبدأ عام الجماعة، خلاص، اللي الحسن بيتنازل فيه للحكم عليه معاوية، سيدنا معاوية، وبيبدأ بعد كده هو الدولة الأموية. والدولة الأموية دهيت بتبتدي من سنة 41 هجريا لحد سنة 132 هجريا، بعد قيام ثورة أبي مسلم الخراساني وقيام الدولة العباسية. طيب، كويس جدا. قبل ما ندخل في كده هوت واقول لك الدولة العباسية كانت بتتميز بايه، هو اول حاجة عملها ان نقل مقر الخلافة من دمشق الى بغداد، وده ادى لاحتكاكه بالفرس. طب اشمعنى؟ لان الفرس كانوا محتلين بغداد وكانوا عايشين فيها، وده ادى ايه؟ ادى ان هم اخذوا منهم كتير جدا في ثقافتهم، فتاثروا بيهم في المأكل والمشرب والملبس الى اخره. طيب، هنا بقى هندخل في الدرس بتاعنا. قال لك نتيجة للازدهار الذي شمل كل نواحي الحياة في العصر العباسي، كمان ازدهر الأدب شعرا ونثرا. كلمة الأدب المفروض إن هي بتمثل الشعر والنثر، يعني لما أقول لك أدب يعني شعر ونثر. طيب، كما ظهر كل علم عرفه العرب. هيقول لك دلل على ازدهار الغزل وانتشاره في العصر العباسي، اثبت ان الغزل انتشر في العصر العباسي. هتقول لي كثرة مفردة وتغنى به كثيرا من الشعراء. تاني، كثرة مفردة يعني بقى كثير جدا، وتغنى به كثيرا من الشعراء. حلو الكلام. طيب، الغزل نوعين، هما ايه؟ الغزل نوعين مفيش تالت ليهم هنا في الدرس، اللي هو الغزل الصريح والغزل العفيف. الغزل الصريح والغزل العفيف. الغزل الصريح اللي هو ايه؟ اللي بيتناول مفاتن المرأة المعنوية زي الأخلاق، زي الأخلاق، خلاص، يبقى المعنوية وجوانبها الأخلاقية. طيب، والغزل الصريح اللي هو إيه؟ الغزل الصريح اللي هو بيتناول مفاتن المرأة الحسية، أي مفاتن حسية، كأن الشعر يقول لها شعرك، عينيكي، لون بشرتك، إلى آخره. طيب، هنا بقى هيقول لك علل انتشار الغزل الصريح أكثر من الغزل العفيف في العصر العباسي. ليه الغزل الصريح انتشر أكثر من الغزل العفيف؟ هتقول له بسبب اختلاط العرب بالأمم الأخرى. ده أنا لسه كنت بقول لك عليه من شوية، إن هم إيه؟ اختلطوا بالفرس. اختلطوا بالفرس، يبقى نتيجة اختلاط العرب بالأمم الأخرى. أدي كده رقم واحد. اتنين، ظهور أو شيوع التحلل الخلقي. ظهور التحلل الخلقي، خلاص. طيب، اللي بعده هيديني مثال على شاعرين من الغزل الصريح وواحد من الغزل العفيف. من أبرع شاعرين للغزل الصريح؟ هتقول لي أبو نواس ومطيع ابن إياس. تاني، أبو نواس ومطيع ابن إياس. تاني، الغزل الصريح أبو نواس ومطيع ابن إياس. الغزل الصريح
أبو نواس ومطيع بن إياس. طيب اتصف غزلهما بإيه؟ اتصف غزلهما بأنه محرك للغرائز ولا تعفف فيه ولا حياء، ما كانوش بيختشوا كده بالبلدي في شعره. طيب أشهر شعراء الغزل العفيف في العصر العباسي كان العباس بن الأحنف، وافتكر الاسم ده كويس، اللي هو في درس عندك مقرر عليكم، اللي هو بيقول أزين نساء العالمين أجيبي دعاء مشوق بالعراق غريب. يبقى العباس ابن الأحنف، وده كان بيكتب الغزل العفيف، وكان بيتغنى بمحبوبته في شعر عذب لا يخدش الحياء. لحد هنا انتهى الدرس. طيب نحل بقى دي. انا قلت لك ان انت لو متمكن جدا في الادب هتعرف تحل نصوص، تمام؟ طيب تمام. قال لك ميز الاجابه الصحيحه. زي ما اتعودنا انا بقرا راس السؤال كويس قوي، ما تقراش السؤال بس، ما تقراش السؤال بس، لازم العنوان عشان تعرف تحل، لازم العنوان عشان تعرف تحل. اول ما قال لي قال العباس بن الاحنف، يبقى حوالي 90% كده هو بيتكلم على الغزل العفيف، حوالي 90% هو بيتكلم على الغزل العفيف. انا لسه ما قريتش، ما اعرفش الراجل بيقول ايه، بس العباس بن الاحنف انا واخده في الادب ان هو بيكتب ايه؟ غزل عفيف، يبقى ده غزل عفيف من غير ما اقرا الابيات. طيب نشوف الغرض الشعري الذي يندرج تحته البيتان السابقان. نشوف: إني لأعجب من قلب يحبكم وما أرى منكم برا ولا لطفا، يا هم نفسي ويا سمعي ويا بصري، حتى متى حبكم بالقلب قد كلفا. طيب هنا يعتبر مدح ولا غزل عفيف ولا غزل صريح ولا فخر؟ طبعا غزل عفيف. اللي بعده بشار بن برد. بشار وكان برضو ليه غزل صريح، فبيقول ايه: حوراء في مقلتيها حين تبصرها، سحر من الحسن لا من سحر سحار. طيب حوراء في مقلتيها يعني ايه حوراء؟ الحوراء هنا اللي هي بتبقى شديدة البياض بتاع العين، وبيبقى عينها من جوه لونها اسود صافي، دي اسمها الحوراء. يبقى ده بيتكلم في حاجة حسية، بيتكلم في حاجة حسية. يبقى هنا صريح ولا عفيف؟ لا، على طول غزل ايه؟ صريح. انا اسف، غزل صريح مش غزل عفيف. اللي بعده هنا بيقول لي قال الشاعر، وبعد كده بيقول لي ما جربليش اسم شاعر، وبعد كده بيقول لي البيت الذي يعبر عن الغزل الصريح، البيت الذي يعبر عن الغزل الصريح. مستر هو انت بتقرا الاسئله الاول؟ في النظام ده لازم تقرا الاسئله الاول وبعد كده هو تقرا راس السؤال، او السؤال بتاعك عاوز ايه، او الابيات بتاعتك عاوزه ايه. طيب بيقول: ان التي زعمت فؤادك من لها، خلقت هواك كما خلقت هوى لها. والبيت الثاني ادي كده 1 2: فيك الذي ذعمت بها وكلاكما يبدي لصاحبه الصبابة كلها، ادي كده 2. طيب اللي بعده: بيضاء باكرها النعيم فصاغها برباقة فأدقها وأجلها، ادي كده 3. 4: إني لأكتم في الحشا من حبها، أكتم في داخلي من حبها وجدا لو أصبح فوقها لا أظلها، أدي كده 4. طيب أنا عاوزك تقول لي إيه من الأبيات اللي تناول حاجة حسية، تناول حاجة حسية. هل البيت الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ طبعا الراجل في البيت الثالث بيقول لك بيضاء، ده بيصف هنا بشرتها، ده بيصف هنا بشرتها، يبقى هنا الغزل في الصريح في البيت الثالث. خلاص؟ طيب لحد كده اعتقد وضحت الصورة، عشان ما نقعدش نضيع وقت كتير. وزي ما قلت لكم برضو انت هتحل، واللي هيقف معاك ابعتهولي، اكتب لي في الكومنتات. بعد كده ندخل عن الادب الاندلسي. الاندلسي اللي هي اسبانيا دلوقتي، خلاص، اللي كان فتحها عقبة ابن نافع رضي الله عنه. طيب مقدمة عن الادب الاندلسي. س1 او الدرس الثاني بيقول لك كيف تبدو الاندلس جغرافيا. جغرافيا، لما يقول لي جغرافيا هو بيتكلم على الارض، فهتقول له بتبدو كانها وحده متجانسه، كانها وحده متجانسه، كانها وحده واحده بالظبط. طيب وده اثر في الشخصيه ايه؟ في الشخصيه السياسيه للاندلس، وده اثر في الشخصيه الاندلسيه. طيب قال لك تتميز شخصيه الاندلس الاجتماعيه عن شخصيه المشرق في جانبين وضحهما.
اولا لازم تعرف ان الاندلس كانت بتتميز بجمال الطبيعه في الوقت ده، فيها اشجار وفيها زرع وفيها خضره وهكذا. يبقى هنا شخصيه الاندلس الاجتماعيه بتتميز بايه؟ بكثره الغناء وجمال الطبيعه، مما ادى الى ظهور الموشحات. طيب، وهو الموشحات ده هو ايه؟ هي قصيده عربيه، هي قصيده عربيه ولكن سميت بهذا الاسم لما فيها من زخرفه. خلاص؟ طيب، الحاجة التانية ادي كده رقم واحد، يبقى قلنا كثرة الغناء وجمال الطبيعة وده ادى لظهور الموشحات. ممكن يقول لك ما ادى الى ظهور الموشحات، تقول له كثرة الغناء وجمال الطبيعة. اتنين، اسهام المرأة في الحياة الادبية. اسهام المرأة في الحياة الادبية، الحياة الادبية اللي احنا كنا بنقول عليها ايه؟ اللي هي الشعر والنثر، اللي هي الشعر والنثر. طب كويس قوي، يعني المرأة كانت بتكتب شعرا ونثرا؟ كانت بتكتب شعرا ونثرا في الأندلس. أكتر واحدة كانت بتعمل كده مين؟ ولادة بنت المستكفي. ولادة بنت المستكفي، وافتكر الاسم ده كويس، حتى ان هي كانت بتكتب غزل صريح وكانت لا تخجل ان هي لا تكتب ان هي تكتب الغزل الصريح ده وتقوله. وكان في مره من المرات، والكلام ده بره الدرس يعني اللي عاوز يعرف، كانت كاتبه على الفستان اللي هي لابساه: انا والله اصلح للمعالي امشي مشيتي واتيه تيها، وامكن عاشقي من صحن خدي واعطي قبلتي من يشتهيها. هي كانت كاتبه كده على هدومها. طيب، يبقى دي ولادة بنت المستكفي. ولادة بنت المستكفي عرفت بمساجلتها الأدبية مع الشاعر ابن زيدون اللي كان بيحبها في الوقت ده. على فكرة، يعني ايه مساجلات أدبية؟ يعني كانوا بيردوا على بعض بالشعر، يعني كانوا بيردوا على بعض بالشعر، ده كان بيكتب لها شعر وهو كان بيرد عليه بالشعر. طيب، هذا لا يعني الانفصال الأندلسي انفصالا تاما عن المشرق، هو ما انفصلش عن المشرق في حياتها الاجتماعية. ندخل على النقطة اللي بعد كده. النقطة اللي بعد كده، هل استقلت شخصية الأندلس العلمية، خد بالك، العلمية عن المشرق؟ دلل على ما تقول. طيب، هتقول لي اعتمد الأندلسيون على ما يأتيهم من المشرق. هو اعتمدوا على ما يأتيهم من المشرق اعتمادا تاما، اعتمدوا على ما يأتيهم من المشرق اعتمادا تاما، بس ده مش في كل الأوقات، ده لحد القرن الرابع بس، ده لحد القرن الرابع بس. ليه؟ هنعرف بعد شوية. كان أهل الأندلس أكثرهم بيتحدثون باللاتينية في القرون الأولى للفتح العربي، واحد بيتكلم لغة تانية غير اللغة العربية، فبالتالي هو بيعتمد على كل ما يأتيه من المشرق عشان يقدر يفهم. هو مش قادر يكتب عربي، هو لسه مش متمكن من العربي، الراجل بيتكلم باللاتيني. خلاص؟ طيب، مع مقدم القرن الرابع ايه اللي حصل بقى؟ هجروها. هجروا ايه؟ هجروا اللاتينية، مش هجروا العربية، هجروا اللاتينية، واتخذوا العربية مكانها في أداء شعائرهم الدينية. يعني ابتدوا بقى ان هم يأدوا الشعائر الدينية زي الصلاة بإيه؟ باللغة العربية. طيب، اللي بعد كده، كيف كان حال الأدب الأندلسي في مراحله الأولى وماذا ترتب على ذلك؟ حال الأدب الأندلسي في مراحله الأولى كان مقلدا للأدب العربي، ولك أن تستشف ليه هو كان مقلد للأدب العربي. زي ما قلنا من شوية ان هم كانوا بيتكلموا اللاتينية ولم يكونوا يحسنون العربية، فبالتالي كان مقلد للأدب العربي في المشرق وكان بيتجه نحو الأدب الأم، وكأن الأدب الأم أو الأدب في المشرق ده زي أمه اللي هو ماسك فيها وبتوجهه لأي مكان. طيب، كان عدم وجود أدى ذلك لعدم فروق جوهرية بين نماذج الأدب العربي في العراق والشام ومصر وحتى الأندلس. يبقى العراق، الشام ومصر والأندلس كلهم واحد، العراق والشام ومصر والأندلس كلهم واحد. طيب، مفيش فروق جوهرية. اللي بعد كده، هناك ظاهرتان تتصلان بالنثر الأندلسي، وضحهما. ده انا هنا بقى هتكلم على النثر مش بتكلم على الشعر. طيب، الظاهرة الأولى أهي والظاهرة الثانية أهي. قال لك لم يظهر كاتب كبير في الأندلس قبل القرن الرابع. هو نفس الكلام وهي نفس الإجابة. طيب، وذلك شخصية الأندلس، لأن شخصية الأندلس الأدبية لم تكتمل إلا في ذلك القرن. وقلنا ليه؟ الكتاب لم يستطيعوا قبل ذلك أن يرتقوا إلى درجة تجعلهم في صفوف الكتاب العباسيين. طبعا الكتاب العباسيين في الوقت ده كانوا متمكنين أكتر منهم. ولم يستحدث الأندلسيون، دي الظاهرة الثانية،
لم يستحدث الأندلسيون لأنفسهم مذهبا جديدا في النثر، وتوقفوا عند إيه؟ توقفوا عند المحاكاة. المحاكاة اللي هم التقليد. ندخل على الأسئلة؟ يلا بينا ندخل على الأسئلة، ما نضيعش وقت. ميز الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التي تليه. قال ابن الآبار. طبعا ابن الآبار ده أنا لسه ما اعرفش هو مين. بيقول لي في الأسئلة ما تميزت به البيئة الأندلسية في البيتين السابقين. أنا لسه ما اعرفش أي حاجة. طيب نشوف كده الراجل بيقول لك إيه. ونهر، بيتكلم على نهر اهو، كما ذابت سبائك فضة حكت بمحانيه انعطاف الأراقم، إذا الشفق استولى عليه احمراره تبدى خضيبا مثل دام الصوارم. طيب استشفيت حاجة؟ لو البيت ده صعب عليك، الراجل بيتكلم على النهر بيجري كأنه سبايك فضة، خلاص، وبينعطف انعطاف الأراقم اللي هي الثعابين، كأنه هو ماشي عامل كده، وبيتكلم على الشفق الأحمر، وبيتكلم على الشفق الأحمر ده مثل دامي الصوارم. الصوارم اللي هي السيوف، لما تيجي تطلع من الحرب بيبقى عليها دم. طبعا أنا بأخذ عليه في الحتة دي إن أنت بتتكلم على الطبيعة، وبتتكلم على حاجة جميلة خلابة، وبعد كده خطفتني من المنظر ده لمنظر سيف عليه دم ومنظر حرب، فخرجتني من صورة لصورة. طيب يبقى هو هنا بيتكلم على ايه؟ هل هو استقلال الشخصية العلمية ما تميزت به البيئة الأندلسية؟ بيتكلم على البيئة الأندلسية. هل بتتكلم على استقلال الشخصية العلمية، ولا شيوع الغزل بنوعيه، ولا التغني بجمال الطبيعة، ولا إسهام المرأة في الحياة الأدبية؟ طبعا بدون أي تفكير هو بيتكلم على التغني بجمال الطبيعة. اللي بعده قال ابن دراج القسطلي في المنصور، يعني واحد كاتب شعر في واحد. افهم السؤال، واحد كاتب شعر في واحد، ابن دراج كاتب في المنصور. طيب وهو بيقول لك الغرض الشعر الذي يندرج تحته البيتين السابقين. ممكن السابقان ممكن يكون فخر ولا مدح ولا رثاء ولا هجاء. نشوف. ألا هكذا فليسمو للمجد من سما، ويحمي ذمار الملك والدين من حمى. طيب وهذا عظيم الشرك قد جاء خاضعا، وألقى بكفيه إليك محكمة. يبقى الراجل بيرثي ولا بيهجوه ولا بيفخر بنفسه ولا بيمدحه؟ طبعا بيمدحه. طيب هتقول لي مش فخر ليه؟ بص يا باشا، في فرق بين الفخر والمدح صغير قوي. في فرق بين الفخر والمدح صغير قوي. الفخر اللي انا بتكلم على نفسي، المدح ان انا بتكلم عليك. تاني، فخر يعني انا بتكلم على نفسي بفخر بنفسي، انما المدح ان انا بتكلم عليك. واضح؟ طيب اللي بعده قال سهل بن مالك، هو عاوز برضو الغرض الشعري الذي يندرج تحته البيتان السابقان. طب نشوف. واني من عزمي وحزمي وهمتي، ده بيتكلم على نفسه بقى، عزمي وحزمي وهمتي، وما رزقته النفس من كرم الطبع، لا في منصب تعلو السماء سماته، فتثبت نورا في كواكبها السبع. الراجل بيتكلم على هنا نفسه. هل هو بيرثي نفسه ولا بيهجي نفسه؟ الهجاء اللي هو بيشتم نفسه يعني، خلاص، ولا المدح ولا الفخر؟ طبعا عارفين الفرق ما بين المدح والفخر. طبعا هو فخر عشان بيتكلم على نفسه. اللي بعده قال عبد الله بن الشمر، الغرض الشعر الذي يندرج تحته البيت الصب. بيقول ايه؟ قفاك قفا جحش ووجهك مظلم. طبعا انت ضحكت وبان كده هو الشعر بيتكلم على ايه. وعقلك ما يسوى من البعر درهما. ده مهزقه. خلاص، يبقى فخر ولا مدح ولا رثاء ولا هجاء؟ طبعا هيكون الهجاء. اظن كده الدرس سهل. ممكن ندخل بعد كده على الدرس اللي بعده، وزي ما بقول لك لو في اي حاجة هتبعت لي. المدرسة الرومانتيكية. المدرسة الرومانتيكية. لازم تفهم ان الرومانتيكية مش هي الرومانسية زي ما انت فاهم، لا، الرومانتيكية هي حب الطبيعة. حب الطبيعة. طيب هو كتب لك هنا تمهيد، بيقول لك ان انت درست في العام الماضي لمحة عن المدرسة الكلاسيكية اللي هو اسمها الاتجاه المحافظ في الشعر العربي، وعرفت بعض شعرائها. طيب
أفكرك يعني إيه مدرسة كلاسيكية. البارودي شاف الشعر العربي في انحدار، فحب يرجع للشعر العربي مكانته مرة تانية، فعمل المدرسة الكلاسيكية واستعار منها صور القدماء. يعني إيه؟ يعني كان بيمشي على نفس نهج القصيدة العربية. فاكر نهج القصيدة العربية اللي هي إيه؟ أولا تكليم الصاحب أو البكاء على الأطلال، فزي قصيدة امرؤ القيس قال لك قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. فعندنا تكليم الصاحب، البكاء على الأطلال، وصف الرحلة ووصف الناقة، وبعد كده يدخل على الغرض الرئيسي، وبعد كده يختم الأبيات بحكمة. خلاص. الراجل كمان اعتمد قافية واحدة زي ما كان بيعمل القدماء بالظبط. يعني كان في قافية متعددة زي الأغاني اللي انت بتسمعها دلوقتي. مثلا ممكن تسمع أغنية لعمرو دياب فتلاقي كل كوبليه هو عمله بقافية مستقلة. فهتلاقي البارودي عمل قافية واحدة زي القدماء ما عملوا بالظبط. نفس الأوزان اللي استخدمها القدماء هي نفس الأوزان اللي استخدمها. كمان حافظ على التصريع في مطلع القصيدة، يبقى حافظ على منهج القصيدة العربية ونفس الموسيقى هي استخدمها. بعد البارودي جاء أحمد بيه شوقي وكان معاه حافظ إبراهيم، وعملوا المدرسة الكلاسيكية الحديثة، ودراسته في فرنسا وتأثره بالشعراء الغربيين أو الفرنسيين أهلوا لقيادة هذه المدرسة. طيب، من أهم سمات المدرسة الكلاسيكية قال لك الالتزام بالوزن والقافية الواحدة اللي لسه كنا بنقول عليها، الحرص على التصريع في مطلع القصيدة. الحرص على التصريع يعني ايه؟ يعني ايه تصريع؟ التصريع ان هو انا عندي البيت بيبقى فيه شطرين، اخر حرف في الشطر الاول زي اخر حرف في الشطر الثاني، وبتيجي في مطلع القصيدة تاني اخر حرف في الشطر الاول زي اخر حرف في الشطر الثاني. وعلى فكرة دي موجودة في جميع القصائد الجاهلية. يعني مثلا امرؤ القيس بيقول لك قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بينتهي باللام، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. مثلا عنترة بن شداد، عنترة بن شداد لما قال لك هل غادر الشعراء من متردمي، انتهى بالميم. أم هل عرفت الدار بعد توهمي، انتهى بالميم. مثال تاني مثلا طرف ابن العبد لما يجي يقول لك لخولة أطلال ببرقة فهمدوا تروح كباقي الوشم في ظاهر اليد. نرجع مرة تانية. استعارة صور القدماء نفس الصور اللي كان بيكتبها القدماء في قصائدهم هو كمان بيعملها. شيوع الحكمة زي ما قلنا ان هو لازم يختتم القصيدة بالحكمة. هنا بقى الجديد التأثر ببعض ألفاظ القرآن الكريم، لأن هم كمان كانوا بيدرسوا القرآن الكريم، جذالة الألفاظ وفصاحتها، وضوح الفكر. خلاص. طيب، سين واحد ظهر جيل جديد من الشعراء وضح موقف هذا الجيل من المدرسة الكلاسيكية. جيل جديد بقى بعد الكلاسيكية القديمة والكلاسيكية الحديثة، أقصد مدرسة أحمد شوقي اللي هي الأخيرة. طيب، انصرف الشعراء عن أسلوب شعر المدرسة الكلاسيكية واتجه إلى الوحدة العضوية أو الوحدة الفنية بدلا من الاهتمام بالصياغة على حساب المعنى أو الوجدان. يعني إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم أي حاجة. قال لك شعراء المدرسة الكلاسيكية أخذوا نفس صور القدماء، كانوا بيتكلموا على تكليم الصاحب والمقدمة الغزلية الطلالية، وبعد كده وصف الرحلة ووصف الناقة، وبعد كده يدخلوا على الغرض الرئيسي، وبعد كده هو يختتموا الأبيات بالحكمة. فقال لك الشعراء الجدد قال لك لا، احنا هنعمل وحدة عضوية. يعني أنا بتكلم القصيدة عن الغزل هتبقى القصيدة كلها غزل بس. ليه يا عم؟ قال لك أنا عمري لا شفت ناقة ولا سافرت في صحراء ولا عملت زيهم. إيه اللي يخليني أعمل كل ده اللي هو الصياغة، اهتم بالصياغه دي كلها على حساب المعنى او الوجدان. الوجدان اللي هو ايه؟ الحاله النفسيه او الحاله الشعوريه. ليه انا اضغط نفسي الضغطه دي؟ خلاص. طيب، يبقى اتجهوا الى الوحده الفنيه بدلا من الاهتمام بالصياغه على حساب المعنى او الوجدان. سين 2، بما عرف اتجاه الجيل الجديد ومن رائده. ما كل مدرسه ليها رائد،
عرف بالاتجاه الوجداني أو الرومانتيكي، الوجداني أو الرومانتيكي في الشعر العربي، وكان رائده الشاعر خليل مطران. افتكر الاسم ده، خليل مطران، خليل مطران. طيب، ما العوامل التي دفعت مطران إلى الرومانتيكية؟ قال لك إيه؟ اطلاع على الشعر الرومانتيكي أثناء وجوده في فرنسا. الله، ده متأثر كمان بالشعراء الفرنسيين، زي أحمد بيه شوقي بالظبط. طيب، اتنين، الطبيعة الخلابة في لبنان اللي هي كانت مسقط رأسه لأن الراجل كان من لبنان، وكان ليها أثر في نقاء إحساسه ونمو خياله وجمال التصوير بتاعه. طيب، فيما تمثل الاتجاه الوجداني عند مطران، وما الاتجاه الذي يحاكيه في الأدب الغربي؟ اللي يحاكيه يعني يماثله في الأدب الغربي، يعني اللي زيه في الغرب إيه؟ طيب، هو الراجل بيتمثل الاتجاه ده بيرى الكون من خلال أحاسيسه الذاتية. يعني إيه بيرى الكون من خلال أحاسيسه؟ درسنا زمان إن الشاعر الجيد لما بيرى أي صورة بيطوع هذه الصورة لما يشعر به. يعني أنا مثلا هنا من اسكندرية، لو شاعر قاعد معانا على البحر بيبص على منظر السحاب، بيبص على منظر البحر، لو هو حزين هيرسم كأن البحر، كأن السحاب، كأن الشمس كلها حزينة وبتعيط عشان هو حزين. ولو هو قاعد فرحان هيطوع كمان الطبيعة لفرحه، فهيصور كأن البحر بيضحك والموج بيكلمه فرحان. هو كده بيرى الكون كله من خلال أحاسيسه. طيب، الاتجاه ده اسمه ايه في الأدب الغربي؟ اسمه الاتجاه الرومانتيكي، يعني بيحاكي الاتجاه الرومانتيكي. اللي بعده، اهتم مطران في شعره بأمرين، ما هما؟ قال لك تحليل العواطف الإنسانية، تقدير الحب والخير والجمال كمثل عليا يتغذى عليها الأنقياء من البشر. يبقى تحليل العواطف الإنسانية، تقدير الحب والخير والجمال كمثل عليا يتغذى عليها البشر. اللي بعد كده، بين مظاهر تطور القصيدة على يد مطران. ازاي طور بقى القصيدة؟ تعال بقى اقول لك عمل ايه. قال لك القصيدة عنده تجربة شعورية. قال لك القصيدة عنده تجربة شعورية، مهم جدا دي. يبقى القصيدة تجربة شعورية. ليه؟ بتجمع بين الشاعر والمتلقي. تاني، القصيدة تجربة شعورية تجمع بين الشاعر والمتلقي. طيب، وأصبحت كلا متماسكا يربط بين أجزائه وحدة عضوية أو الوحدة الفنية زي ما قلت لك. خلاص، تتمثل فيه وحدة الموضوع. القصيدة كلها بتتكلم على موضوع واحد، وحدة العاطفة والجو النفسي. خلاص، جاءت جميلة التصوير، الراجل ما هو مسقط رأسه لبنان، بعدت لغتها عن الغريب أو النابي القبيح، اللي هي الألفاظ النابية أو الألفاظ العامية القبيحة. ارتبطت طبعا بالأوزان التقليدية والقافية الموحدة مع التجديد في صورها وصياغتها. يبقى احنا اعتمدنا على نفس الأوزان التقليدية والقافية. ميز الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التي تلي. قال مطران: أنا في الروض ساهر وهو نائم. الروض اللي هو إيه؟ اللي هو الحديقة. بات في قرة الدجى وهو ناعم. أيها الروض كن لقلبي سلاما وملاذا من الشقاء الملاذم. قال لك نستنتج من خلال البيتين أحد العوامل التي دفعت مطران إلى الرومانتيكية. طبعا أنت لو فاكر هتعرف إيه العوامل اللي أثرت فيه. طيب، هل اطلاعه على الأدب الرومانتيكي في فرنسا؟ ممكن، بس هو الأبيات بتتكلم على كده؟ لا. طيب، هل الطبيعة الخلابة في لبنان وأثرها في نقاء إحساسي؟ هو بيتكلم على الروض، بس نشوف برضو اللي بعد كده. يعني هو احتمال كبير يكون ده. هل هو انصرافه عن أسلوب المدرسة الكلاسيكية؟ هل رغبته في التجديد في بناء القصيدة؟ لا، هي الطبيعة في لبنان. اللي بعده، قال مطران: بيان ما تشاء تصيب فيه سرور مساهم وأسى قصيم، وتفتقد الأسى من كل قلب بحيث قراره الجرح الأليم، فلا يخفى عليك أدق شيء يجول بخاطر العاني القظيم اللي هو الحزين. نستنتج من خلال الأبيات السابقة عند مطران
هل هو بيرى الكون من خلال أحاسيسه؟ هل بيحلل العواطف الإنسانية؟ هل بيتطلع إلى المثل العليا؟ هل زيادة الوعي الاجتماعي؟ لو أنت ركزت في الأبيات كلها هتلاقي إن هو بيحلل العواطف الإنسانية. قال مطران: إذا لم تبتدع فكرا جميلا تصوره بأسلوب وسيم، فما يغني على التكرار قول وإن هو غير ترديد عقيم. من خلال فهمك البيتين السمة الكلاسيكية التي انصرف عنها خليل مطران، يعني في سمة كلاسيكية هو سابها. هل الاهتمام بالصياغة على حساب المعنى؟ هل هو الارتباط بالقافية الموحدة؟ هل هو الحرص على التصريع في مطلع القصيدة؟ هل هي شيوع الحكمة؟ طبعا القافية موجودة، القافية الموحدة دي موجودة. هل هي شيوع الحكمة؟ لا، ممكن الأبيات تكون في الحكمة، لكن هو الاهتمام بالصياغة على حساب المعنى. اللي بعده قال مطران بيصف الشمس وهي تغرب. طيب بيقول ايه؟ مرت خلال غمامتين، اللي هي السحابة عاملة غمامة، تحضرا وتقطرت كالدمعة الحمراء، فكان آخر دمعة للكون قد مزجت بآخر أدمعي لرثائي. شفت هو بيطوع الكون ازاي لأحاسيسه؟ على فكرة لو فرحان كان هيكتب غير كده خالص. طيب مفهوم الاتجاه الوجداني بقى عند مطران كما فهمت من البيتين، هل هو بيقدر هنا المثل العليا؟ هل هو تمثل الكون من خلال أحاسيسه؟ هل هو التقليد في الصور والصياغات؟ هل هو تناول الظواهر الطبيعية؟ طبعا هو بيمثل الكون من خلال أحاسيسه، ولكن هو كمان بيستخدم الظواهر الطبيعية، ودي أقوى في المعنى. اللي بعده قال مطران: حسناء أمرها الجمال فأنشأت في أيكها الأطيار تخطب باسمها، والحسن أكمل ما يكون شبيبة في بدئها وملاحة في تمها، وتمايلت في ثوب خذ مورق غصنا، وهل للغصن ندرة اسمها؟ طيب قال لك تحققت في الأبيات سمات اتجاه مطران ما عدا كل سمات الاتجاه تحققت ما عدا واحدة. هل هو تحقق الوحدة الفنية؟ ده الراجل بيتكلم في الغزل في كل الأبيات، يبقى لا. طيب الامتزاج بالطبيعة، طب ما هو كاتب غصن، كاتب هنا غصن، وبيتكلم على ايه؟ بيتكلم كمان على الطبيعة واستعار صور منها، يبقى مش الامتزاج بالطبيعة. هل ظهور من الحزن، ظهور مسحة من الحزن والتشاؤم؟ نقف عندها بس شوية. الارتباط بالقافية الموحدة، كل القافية موحدة هنا هوت، يبقى هو الراجل ظهور مسحة من الحزن والتشاؤم هي اللي ما حصلتش في الأبيات. السؤال الأخير قال مطران: فاطلبوا المطلب الكبير البعيد واقتضوا بالهلال كان وليدا. ظهرت رومانسية مطران من خلال البيت السابق في تقدير المثل العليا، ولا الامتزاج بالطبيعة، ولا تحليل العواطف الإنسانية، ولا مسحة من الحزن والتشاؤم. طبعا هو هنا ما كانش فيه مسحة من الحزن والتشاؤم خالص. فاطلبوا المطلب الكبير البعيد واقتضوا بالهلال كان وليدا. يبقى هل هو بيقدر المثل العليا؟ لا. هل هو الامتزاج بالطبيعة؟ لا. يبقى هو كان بيحلل العواطف الإنسانية. ندخل على اللي بعده، الدرس الرابع اسمه الشعر الوطني. الدرس الرابع الشعر الوطني بيقول لك: بين دور كل من الشعر والشاعر في حياة الشعوب. قال لك الشعر يلعب دورا حيويا في تشكيل وجدان الشعوب. بصوا يا شباب، أي فن من الفنون بيؤثر في وجدان الشخص. يعني إيه بيؤثر في وجدان الشخص؟ يعني بيؤثر في الحالة النفسية بتاعته. الوجدان ده الحالة النفسية بتاعتك، الحالة الشعورية بتاعتك، العواطف اللي انت بتحسها.
لذلك لما يكون ممكن فيلم بيؤثر فيك كثيرا عن نصيحة واحد بينصحها لك بشكل علمي، ده الفيلم ده بيلمس فيك حاجة أكتر وأبعد بكتير جدا من اللي ممكن يلمسه فيك العلم. يبقى الشعر بيلعب دورا حيويا في تشكيل وجدان الشعوب. طيب الشاعر بقى بيعمل ايه؟ قال لك هو أقدر على الإحساس بآلام الأمة وعذابها، راجل مرهف الحس، لذلك هو بيسبق الأحداث الجسام اللي هي العظيمة بحسه وبصيرته. أدي كده واحد. اتنين، يشكل الموقف الشعوري تجاه الأحداث التي تشهدها الوطن، هو بيحس وعن نتيجة إحساسه بيطلعه في خلال الشعر ده أو من خلال الشعر ده. طيب ما أهمية الشعر المصري الوطني؟ قال لك إذكاء أو إشعال الثورات، يعني الشعر ده بيستخدموه في إذكاء الثورات. إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية والحياة الكريمة للأوطان، ده أهمية الشعر المصري الوطني. الوطني يبقى هو إشعال الثورات، إلهاب حماس الجماهير، إشعال الثورات وإلهاب حماس الجماهير، بيطالبوا طبعا بالحرية والحياة الكريمة للأوطان. طيب القضايا التي بيتناولها الشعر الوطني، ما احنا لسه قايلينها من شوية، القضايا التي بيتناولها الشعر الوطني. قال لك واحد، التحرر من الاستعمار، الدفاع عن الأوطان، بذل النفس من أجل الأوطان. طبعا الثلاثة أسهل حاجة في الدنيا. فتح جرائم المستعمر وتهديده، مثل قول أبي القاسم الشابي. على فكرة فتح جرائم المستعمر، ما أنت عندك أحمد شوقي كاتب في حادثة دنشواي، خلاص، لما قال أحمائم دنشواي نوحي، فهو اتكلم على الحادثة الشهيرة في دنشواي لما أعدموا الفلاحين. هنا أبي القاسم الشابي برضو بيقول إيه؟ ألا أيها الظالم المستبد، حبيب الظلام عدو الحياة. هنا الظلام هقف عندها شوية وهديك هدية، معلش هتكلم في النصوص هنا شوية، إيه اللي هيخرجك بره الموضوع هتستفيد منها. لما الشاعر يتكلم عن الظلام، اعرف إن الظلام ده هو بيتكلم على أي حاجة سيئة، زي الاحتلال، زي الظلم، زي الفقر، زي المرض، بيستعير الصورة بتاعت الظلام، خلاص، فبتبقى الظلام دي استعارة تصريحية. طب لو اتكلم على النور يبقى هو بيتكلم على الحرية، على الصحة، على الكرامة إلى آخره. طيب نرجع تاني للدرس. لو عاوز تسجل النوتس الصغيرة دي هتفيدك قوي وانت بتذاكر. سخرت بأنات شعب ضعيف، وكفك مغضوبة من دماء، يعني كفك مسبوغة بالدماء. طبعا هنا في تمجيد للبطولات وتوضيح قيمة الحرية والعدل والمساواة والعمل والبناء من أجل الوطن. من أبرز رواد الشعر الوطني الحديث والمعاصر؟ هنا بقى هو جايب لك الحديث والمعاصر اللي هم مين؟ البارودي اللي هي الكلاسيكية، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم طبعا شاعر النيل، محمد عبد المطلب، أبو القاسم الشابي اللي احنا لسه بنقوله، ده في العصر الحديث. إنما العصر المعاصر خلاص اللي هو كان قريب جدا يعتبر العصر بتاعنا، نازك الملائكة وبدر شاكر السياب، وهم من رواد الشعر المعاصر. صلاح عبد الصبور، على فكرة صلاح عبد الصبور كان بيألف لعبد الحليم حافظ. أمل دنقل، نزار قباني، محمود درويش، وفاروق شوشة، ومحمد إبراهيم أبو سنة، وفاروق جويدة. ندخل بقى على الأسئلة. قال لك ميز الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التي تلي. قال أحمد محرم بيقول إيه؟ يا أمة خاط القرى أكفانها، هبي فقد أودت بك الأحلام، هبي فما يحمي المحارم راقد، والمرء يظلم غافلا ويضام. يظهر من خلال البيتين السابقين، هل هو فتح جرائم المستعمر وتهديده؟ هل هو إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية؟ هل العمل والبناء من أجل الوطن؟ هل تمجيد البطولات وتمني عودتها؟ طبعا هو هنا بينادي على أمة، يعني بيحثها
على ايه؟ على المطالبة بالحرية، يبقى إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية. قال أحمد محرم: وما منع الأوطان إلا حماتها وذادتها من ذي شباب وأشيب، القضية التي يتناولها البيت السابق. هل هو تمجيد البطولات؟ هل هو الدعوة للدفاع عن الأوطان؟ هل فتح جرائم المستعمر؟ هل هي العمل والبناء من أجل الوطن؟ طبعا هو بيتكلم على حماة الوطن، الشباب، طبعا الدعاء الشيبي، يبقى هي الدعوة للدفاع عن الوطن. اللي بعد كده محمود غنيم: والشعر مرآة النفوس يذيع ما طويت قراراتها على كتمانه. طيب الراجل هنا بيظهر من خلال البيت السابق، هل هو دور الشعر في تشكيل وجدان الشعب؟ هل سبق الشعر الأحداث الجسام بحسه وبصيرته؟ وإن كانت كل الإجابات أنت أخذتها في الأدب صح، بس هو عاوز من خلال البيت. خلاص؟ طيب هل هو إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية؟ هل دعوة الشعب إلى التحرر من الاستعمار؟ طبعا هو بيتكلم على دور الشعر في تشكيل ايه؟ في تشكيل وجدان الشعور، في وجدان الشعوب، لان هو بيقول لك الشعر مرآة النفوس، بيذيع ايه؟ ما طويت قراراتها، القرارات او الحاجات اللي موجوده جوانا اللي احنا ما بنذيعهاش. طيب اللي بعد كده قال البارودي: ولست بعلام الغيوب وانما، يعني الراجل بيقول لك انا ما اعرفش الغيب، وإنما أرى بلحاظ الرأي ما هو واقعه، يعني بشوف اللي هيحصل بعد كده. طيب هل هو بيقصد إلهاب حماس الجماهير المطالبة بالحرية، ولا دور الشعر في تشكيل وجدان الشعوب، ولا سبق الشعر لأحداث الجسام بحسه وبصيرته، ولا إسكاء الثورات والدعوة إلى الدفاع عن الأوطان؟ طبعا هو بيتكلم على سبق الشعر لأحداث الجسام بحسه وبصيرته، لأن هو بيرى ما هو واقع بعد ذلك. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط. ندخل على الدرس اللي بعد كده. حل كتير، ولو في حاجة واقفة معاك ابعت لي. وده آخر درس في الأدب، قطعنا شوط كبير جدا. اوعى تجري الفيديو، ركز معايا واحدة واحدة. تعبت بطل الفيديو شوية، روح اعمل لك كوباية شاي وتعالى نكمل مرة تانية. طيب ده بقى اسمه فن المقال. الدرس اسمه فن المقال. يعني ايه مقال؟ قالب نثري. قالب نثري ممكن يكون كده، ممكن يكون عمود زي ما بيتكتب. قالب نثري بيعرض فيه موضوع ما عرضا منطقيا مترابطا، بيوضح فكرة الكاتب وينقلها إلى القارئ بصورة مؤثرة. طيب امتى تعرف المقال؟ طبعا انت هيجي في دماغك ان انت الجرايد والمجلات او المقالات اللي انت بتقراها على النت. فلا، عاوز اقول لك ان المقال معروف بقبل اختراع الطباعة بقرون طويلة. خلاص، يعني كان موجود كمان زي ما هو كاتب لك كده منذ عصر اليونان. عصر اليونان ده اللي هو عصر ما قبل الميلاد، يعني ممكن يسبق الميلاد ب 600 سنة، حوالي 600 سنة، حوالي كده. خلاص. طيب وممكن 450، أنا مش متأكد قوي، بس أنت بص عدد السنين، أنا بقول لك 450 سنة أو 600 سنة بيسبق عصر الميلاد. طيب ما علاقة المقال بالصحافة؟ طبعا ارتبط المقال بالصحافة في العصر الحديث، حتى يقول لك مقالة الأستاذ فلان أو فلان أو مقالة علان وهكذا، زي ما هناخد بعد شوية. يبقى المقال ارتبط بالصحافة في العصر الحديث. طيب الصحافة كمان أثرت في تطور المقال، حيث أسهمت فيه. إزاي الصحافة أثرت في تطور المقال؟ قال لك وصل المقال لدرجة عالية من الدقة والتركيز. ادي كده اول واحد. 2، حسن عرضه مع سلامة اللغة وسلاسة الصياغة. يبقى عندي حسن العرض، مش بيجيب لك حتة من الشرق وحتة من الغرب ويتوهك، مع سلامة اللغة وسلاسة الصياغة.
طيب اللي بعده، المقال ده مجالاته ايه؟ يعني احنا بنكتب مقالة عن ايه؟ ووسائل نشره ايه؟ اذكر كل منها. قال لك مجالات المقال كتيرة قوي، ممكن تكون دينية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية، ممكن نكتب على اي حاجة في دهيت. خلاص. لذلك كانوا في الجرايد كانوا بيقسموا، يعني تلاقي مثلا صفحة او صفحتين خاصة بالاقتصاد بيكتبوا فيها مقالات اقتصادية بس. لذلك ده انت في جرايد عندك بتكتب في الاقتصاد بس، كل المقالات اللي فيها مقالات اقتصادية، وهو متخصص في كده. خلاص. طيب، او دينيه او اجتماعيه او سياسيه. طيب بنشر المقاله دي في ايه؟ يا اما في المجلات، يا اما في الصحف، يا اما في المجلات، يا اما في الصحف. وفي العصر الحديث ممكن ننشرها دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي او على المدونات. طيب، استجاب المقال لظروف العصر السائده في المجتمع، فما مظاهر ذلك؟ اولا كان عندنا احداث سياسيه كتيره جدا، فكثرت المقالات السياسيه. ليه؟ عشان كان في صراع سياسي. طيب، وفي الوقت اللي احنا في حاجه فيه للاصلاح الاجتماعي كثرت كمان المقالات الاجتماعيه. خلاص. فلا تخلو الصحف من مقالات بتعرض مشكلات المجتمع وتقدم علاجا لها وتعبر عن آمال المجتمع وآلامه. بس ده بكل بساطة. طيب اللي بعده هيجي يقول لك كيف أثرت الصحافة عن طريق المقال في اللغة العربية. يبقى هنا الصحافة هي اللي أثرت في اللغة العربية عن طريق إيه؟ عن طريق المقال. طيب قال لك أثرت الصحافة عن طريق المقال في اللغة العربية بأن دفعت بها إلى الوضوح والتركيز. دفعت بها إلى الوضوح والتركيز. طيب، مثل لبعض الكتاب الذين برعوا في كتابة المقال في الصحف مع ذكر كتاب لكل منهم. طيب، أولا يجي يقول لك عباس محمود العقاد كتب كتاب اسمه الفصول. طب انت بتتكلم على المقالة، ايه اللي دخل المقالة في الكتب؟ لا، هم جمعوا له المقالات بتاعته اللي هو عملها طول حياته او اللي هو كتبها في طول حياته وحطها له ايه؟ في كتاب. يبقى جمعوا له المقالات بتاعته كلها فبقت كتاب. فعندك عباس محمود العقاد كتاب الفصول، عندك ابراهيم عبد القادر المزني حصاد الهشيم، عندك طه حسين حديث الاربعاء، احفظ معايا، مصطفى صادق الرافعي كتاب وحي القلم، احمد امين فيض الخاطر، محمد مندور كتب كتاب اسمه نماذج بشريه. اللي بعده قال لك بعض الكتاب جمع ما بين الثقافة العربية الأصيلة والثقافة الأجنبية الوافدة، فمن هؤلاء وما أثر ذلك على المقال؟ مين اللي جمعوا ما بين الثقافة العربية والثقافة الغربية أو الأجنبية؟ طيب، هم أحمد لطفي السيد، طه حسين طبعا، محمد حسين هيكل. محمد حسين هيكل على فكرة كان بيكتب للرئيس جمال عبد الناصر الخطب بتاعته، ويقول لك على طول كان الشخص الخفي الظاهر، يعني هو كان موجود في الكواليس دايما. فطبعا لما انا اقول ان انا بقول لك ان هو كان بيكتب لجمال عبد الناصر، فانت تستشف ان هو كان بيكتب له ايه؟ كان بيكتب له كل الخطب السياسية بتاعته. محمد حسين هيكل، وكان رئيس تحرير جريدة الأهرام. طيب، عباس محمود العقاد، ابراهيم عبد القادر المزني، مصطفى صادق الرافعي، طبعا انت عارفه لان انت اخدته قبل كده كتير. اثر ذلك على المقال، ارتقوا به حيث قصدوا الى التحليل ودقة التعبير في عبارة سليمة، وضوح الفكرة. يبقى التحليل ودقة التعبير ووضوح الفكرة، التحليل ودقة التعبير ووضوح الفكرة. طيب، فيما يتفاوت كتاب المقال بيختلفوا في ايه؟ بيتفاوتوا في ايه؟ مين اللي عنده ازيد ومين اللي عنده اقل؟ قال لك بيتفاوتوا في العمق والسطحية. 2 بيتفاوتوا في الفكر الخصب او الافق الضيق. 3 الميل الى الايجاز او الاطناب، وقلنا ان الايجاز اللي هو الاختصار بس اختصار غير مخل بالمعنى، او الاطناب اللي هو الزيادة والاطالة. او 4
امتلاك القدرة اللغوية أو عدمها، إن هو بيعرف مفردات كتير وهكذا. طيب، هنا بقى هنتكلم على آخر حاجة تقريبا اللي هي أنواع المقال. أنواع المقال، فهنتكلم على أنواع المقال من حيث الشكل والأسلوب والمضمون. تاني، الشكل والأسلوب والمضمون. تاني، أنواع المقال 3. أنواع المقال 3: الشكل والأسلوب والمضمون. طيب، نشوف. قال لك من حيث الشكل أو الحجم. خلاص؟ طيب، في عندك حاجة اسمها المقال القصير، وفي عندك المقال الطويل. هو ده بس؟ هو ده بس من حيث الشكل. يبقى عندي مقال قصير ومقال تاني ايه؟ طويل. طيب، المقال القصير بيتناول فكرة واحدة تعرض بطريقة مركزة وشائقة، بيختصر قوي ولكن بيعرضها بطريقة مركزة وشائقة. قلنا من حيث الشكل في مقال قصير وفي مقال طويل. المقال القصير بيتناول فكرة واحدة بتعرض بطريقة مركزة وشائقة، يعني هو بيختصر قوي بس الاختصار غير المخل، وبطريقة شيقة بتخليك تكمل بقية المقال. الأسلوب بتاعها واضح جدا وعباراتها سهلة، ادي كده 2. 3، بيعرض جوانب اجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية، وله دايما عنوان ثابت، يعني عنوان المقالة دايما بيبقى ثابت، زي فكرة لمصطفى أمين، أو مواقف لأنيس منصور، أو هوامش حرة لفاروق جويدة، أو صندوق الدنيا، أو مجرد رأي، أو بيسمى هو بالعمود الصحفي، أو الخاطرة. طبعا أنت عاوز تشوف مثال على ذلك، هوريك هما كانوا بيكتبوا إزاي قبل كده. طيب، ده مثلا كان أنيس منصور، كنت أنا من متابعينه، كان دايما بيكتب عمود اسمه مواقف. خلاص، وكان بيحكي فيه عن حاجات حصلت له بحاجة طريفة مثلا أو بأسلوب طريف، أو بيكتب على حاجات من خلال خبرته في الحياة. ده مواقف لأنيس منصور، يبقى العنوان هنا ثابت وبيكتب فيه مقالات متغيرة. ده الأنيس منصور. عندك مثلا هوامش حرة لفاروق جويدة، هوامش حرة لفاروق جويدة، يبقى هنا العنوان ثابت وهنا هو بيغيره، حتى هو كاتب عنوان جديد اهو، بيرم والقلب يعشق كل جميل. بعد كده بييجوا يجمعوا لهم المقالات دهيت في كتاب، زي ايه؟ مصطفى امين لما كان بيكتب بعنوان فكرة، فحطوا له اهو 200 فكرة. تمام؟ وصلت؟ يبقى دي العواميد او المقالات القصيرة اللي كان بيكتبوا فيها، اللي هي العنوان بتاعها ثابت زي ما انت شايف كده، مواقف لأنيس منصور. على فكرة المقالات اللي انا جايبها لك دي حقيقية. نرجع بقى تاني للدرس. يبقى عندك فكرة، تاني بنقول تاني، فكرة لمصطفى أمين، أو مواقف لأنيس منصور، أو هوامش حرة لفاروق جويدة، أو صندوق دنيا لأحمد بهجت، مجرد رأي لصلاح منتصر، وده بيسمى بالعمود الصحفي أو الخاطرة. طيب، اللي بعد كده بقى عندنا اسمه مقال طويل، بيتراوح ما بين 2 و10 صفحات. 10 صفحات، بيعرض موضوع عرضا شائقا بلغة سهلة واضحة. طبعا لازم يكون بلغة شائقة أو بلغة سهلة وعرض شيق عشان تكمل بقية المقال. بيعتمد على الإقناع والإمتاع. مين اللي كان بيكتب في الكلام ده؟ طه حسين، إبراهيم عبد القادر المزني، وأحمد أمين كانوا بيكتبوا في الكلام ده. خلاص؟ طيب، يبقى ده من حيث الشكل. كده خلصنا أول حاجة. من حيث المضمون بقى، بتكتب جواه ايه؟ بتكتب جواه ايه؟ مضمون المقال ايه؟ قال لك عندي مقال تصويري، ومقال نزالي، ومقال فلسفي. تاني، تصويري ونزالي وفلسفي، وهشرحهم لك يعني ايه. قال لك التصويري بيرسم صورة لشخصية ما مبرزا محاسنها او عيوبها. الراجل مش بيرسم صورة، هو بيفضل يوصفها لك لحد ما تحس ان انت شايفها. ما شفتش قبل كده او ما عصرتش قبل كده ان انت تمسك كتاب فتقرا فيه فتحس ان انت عايش جوه القصه دي، او ان انت مش بتقرا، انت شايف. فهو ده اسمه المقال التصويري، بيرسم صوره لشخصيه بيبرز محاسنها وعيوبها. طيب،
مين كتاب بقى المقال التصويري؟ الشيخ عبد العزيز البشري، أنا آسف، الشيخ عبد العزيز البشري، وده كان بيرسم صورة قلمية وبينشرها في مجلة السياسة الأسبوعية. جمعت مقالاته في كتاب بعنوان في المرآة. خد بالك أنا قلت لك المقالات لما بتتجمع بتبقى كتاب. طيب النزالي معارك فكرية، اختلافات بقى ما بين كتاب، فبيبقى فيه زي نزال. صارت بين العقاد والرافعي، وكذلك مقالات طه حسين اللي هاجم فيها أنصار القديم المتجمدين. خلاص، وده كان متجدد. المقال الفلسفي على طول أول ما تشوف زكي نجيب محمود تعرف إن المقال ده فلسفي تاني، اللي هو كان بيكتب فالق الحب والنوى اللي أنت أخدته في ثالثة إعدادي، فاكر؟ خلاص، ده كان زكي نجيب محمود. طيب يبقى ده أبرز كتابه الدكتور زكي نجيب محمود. ندخل بقى على آخر حاجة من حيث الأسلوب وما سمات كل أسلوب ومين أبرز كتابه. طيب أنا عندي هنا المقال الأدبي والمقال العلمي المتأدب. طبعا أنت عندك فكرة عنهم لأن أنت حليت قراءة متحررة قبل كده. تاني، انت حليت قراءة متحررة قبل كده، فانت بيجي لك قراءة متحررة واحد موضوع ادبي والتاني موضوع علمي، بس هو ما بيبقاش علمي يعني قوي، بيبقى علمي متأدب. خلاص، يعني بيبقى الاغلب فيه موضوع علمي متأدب. طيب المقال الادبي اللي هو ايه؟ قال لك سماته بيتأنق في اختيار العبارات، جمال الاسلوب بتاعه، مزج الفكر بالاحساس، واستخدام الخيال، بس طبعا ما بيبقاش خيال مفرط. طيب مين أبرز كتابه؟ أحمد حسن الزيات كما يتضح من مقالاته الأسبوعية في مجلة الرسالة. خلاص، واللي جمعها في كتابه وحي الرسالة بأجزائه الأربعة، ده 4 أجزاء. العلم المتأدب بيبرز الحقائق في صورة جذابة، والدقة والموضوعية في صياغة الجمل. مين أبرز كتابه؟ الدكتور أحمد زكي مش زكي نجيب، أحمد زكي. طيب آخر حاجة بقى بيقول لك اذكر أبرز خصائص المقال. طبعا هو تمثل الوحدة المكتملة وترابط الفكر. طبعا بيستخدم الإقناع، سلامة الفكر ودقتها ووضوحها، العرض الشائق، قلنا عشان تكمل، اللي ده بيجذبك عشان تكمل ويؤثر في وجدانك أو يؤثر في نفسك. القصر بحيث لا يتجاوز بضع صفحات. النثرية لا الشعرية. أنا بس عاوز أفسر لك الحتة دي. يعني إيه نثرية لا الشعرية؟ كان يقول لك زمان إيه؟ أعذب الشعر أكذبه. تاني، أعذب الشعر أكذبه. يعني بيقول لك لازم أنا لما أقرأ شعر يكون فيه خيال كتير جدا، وإلا كده أنا بقى بقرأ مقالة. خلاص، يبقى ده اللي بيميز الشعر إيه عن النثر. يبقى النثرية لا الشعرية، بحيث يغلب عليه التفكير مش زي الشعر، ويكون الخيال فيه لخدمة الفكرة، مش خيال لمجرد ان انا بكتب خيال وخلاص. الذاتية اللي هي ذاتية الكاتب. ازاي؟ انت بتعرف شخصية الأديب من خلال ايه؟ من خلال المقالة دهيت. فممكن تعرف اذا كان الراجل ده حكيم، ممكن تعرف اذا كان ليه ثقافة غربية، ممكن تعرف اذا كان متأثر بالقرآن والسنة الى هكذا. يعني ممكن تعرف شخصيته هو ايه، هل هو حكيم، هل هو بخيل، هل الراجل جامد الطباع، وهكذا. تنوع الأسلوب ما بين الخبر والإنشاء، والخبر لفظا والإنشاء معنى أو أساليب التأكيد، طبعا ذلك طبعا لطبيعة الموضوع وشخصية الكاتب. وضوح الأسلوب وقوته، ودي قلناها قبل كده، لازم تصل الفكرة بحيث تصل الفكرة إلى القارئ، لازم بيبقى يتكلم بأسلوب سهل يصل إلى كل الناس، مش ناس وناس. قوة التراكيب وملائمة الألفاظ وجمال الأساليب دون تكلف. التقريرية والمباشرة والوضوح. التقريرية اللي هي أساليب التأكيد، والخطابية أحيانا، والقصصية أحيانا أخرى. لحد كده خلص الدرس، أرجو أنه يكون درس مفهوم. نخش على الأسئلة عشان ما نضيعش وقت.
ميز الإجابة الصحيحة عن كل سؤال من بين البدائل التي تليه. من أبرز كتاب المقال الفلسفي، هل هو عبد العزيز البشري؟ هل هو طه حسين؟ زكي نجيب محمود؟ عباس محمود العقاد؟ طبعا أنا قلت لك زكي نجيب محمود وأنت مغمض. طيب اللي بعده، مواقف عنوان العمود الصحفي للكاتب. لسه كنا جايبينه من شويه الصوره اللي انا كنت جايبها لك، هل هو مصطفى امين ولا صلاح منتصر ولا انيس منصور ولا احمد بهجت؟ طبعا مواقف يعني انيس منصور. اللي بعده، مؤلف كتاب حديث الاربعاء، طه حسين ولا احمد امين ولا الرافعي ولا المزني؟ طبعا حديث الاربعاء هو طه حسين. طيب، عنوان العمود الصحفي للكاتب فاروق جويدة، هل هو فكرة ولا مجرد رأي ولا صندوق الدنيا ولا هوامش حرة؟ طبعا الراجل كان بيتكلم على هوامش حرة. اللي بعده يا شباب، مؤلف كتاب وحي القلم، هل هو عباس محمود العقاد ولا احمد امين ولا مصطفى صادق الرافعي ولا محمد مندور؟ وحي القلم على طول وانت مغمض، مصطفى صادق الرافعي. قال لك ارتبطت الصحافة بالمقال في العصر الحديث فأسهمت في إيه؟ كثرة المقالات السياسية ولا ميل المقالات إلى السطحية؟ طبعا لأ. حسن عرض المقال مع سلامة اللغة ولا كثرة الخيال عند كتاب المقال؟ طبعا كانوا بيستخدموا الخيال بس مش بصورة كبيرة زي ما احنا شايفين. طبعا هي كثرة المقالات السياسية. اللي بعده، يتفاوت كتاب المقال في جميع ما يلي ما عدا، يعني كل دول صح ما عدا واحدة بس هي اللي غلط. هل هي العمق أو السطحية؟ لا طبعا. هل هي الفكر الخصب أو الأفق الضيق؟ هل الميل إلى الإيجاز والإطناب؟ هل وضوح الأسلوب أو غموضه؟ طبعا كل دول بيتفاوتوا فيهم ما عدا الفكر الخصب أو الأفق الضيق. 8. قال زكي نجيب محمود. طبعا انا قلت لك اول ما تلاقي زكي نجيب محمود بيبقى في الغالب ايه؟ فلسفي. فبيقول لك ايه؟ انك لا تنظر الى حبة القمح او نواة التمر فتحسب انك تنظر الى قطعتين من الجماد الاصم اللي انت اخدتها في ثالثه اعدادي الاخرس كانهما حصاتان القت بهما الاحداث اللي هو تعاقب الليل والنهار ثم أهملتهما على أرض يباب يعني خراب، وقلما يطوف بذهنك أن ما أمامك خزانتان اختزنتا طاقة حيوية جبارة القوة. طبعا المقال هنا مش تصويري ولا نزالي، نزالي طبعا غلط، ولا هو اجتماعي، فهو فلسفي. لحد هنا احنا خلصنا الخمس دروس، يا رب تكونوا استفدتم. ولو في أي حاجة اكتب لي تحت في الكومنتات. لو وصلت لحد هنا اعمل لايك، شيره لأصحابك، اشترك في القناة، واشوفكم المره الجايه في درس تاني. سلام.